انت بتضيع وقتك. ايوه انا بكلمك، انت قاعد مستني الفكره الكامله، اللحظه المناسبه، الظروف المثاليه. مفيش حاجه من دي هتيجي، ولو ما بداتش تغلط هتفضل واقف في نفس الحته لحد ما دماغك تصدي. الفشل مش عيب، العيب انك تفضل خايف تغلط وتموت وانت ما جربتش. اللي بينجح مش اذكى، اللي بينجح هو اللي بيغلط اسرع وبيتعلم اسرع وبيتحرك اسرع. بالراحه. لا مش انا اللي كنت بتكلم على فكره من شويه، انا طيب جدا صدقني. في الفيديو ده الصراحه مش هقولك ازاي تنجح، انا هقولك ازاي تفشل صح وتنجح قبل اي حد. عارف ايه اغبى حاجه ممكن تعملها؟ انك تفضل تفكر وتخطط وتحسبها من كل زاويه وفي الاخر ما تعملش حاجه. في نوع كده من البشر اسمه المفكر الابدي، ده تلاقيه قاعد كل يوم بيخطط، بيرسم على ورق وبيحسبها من كل زاويه ويقول لك لا انا لازم اكون جاهز بنسبه 100% قبل ما ابدا. بس لما تيجي تبص عليه بعد سنه هتلاقيه لسه بيخطط، ويمكن بنفس القلم كمان. هو فاكر ان التفكير الكتير بيساوي نجاح، بس الحقيقه ان التفكير الكتير بيساوي تأجيل يمكن فشل. وكل ما الواحد بيأجل كل ما الحياة بتسبق. واديك شايف يا صديقي الزمن اللي احنا فيه عامل ازاي. الفشل مش مؤلم، المؤلم بجد انك تكتشف بعد سنين انك كنت بتخاف من شبح مش موجود اصلا. افشل يا صديقي، بس افشل وانت بتتحرك، لان اللي بيتحرك وهو بيغلط اسرع بكتير من اللي واقف وفاكر نفسه ذكي. ناس كتير فاكرة ان التفكير الكتير بيحميهم من الغلط، بس اللي مش بياخدوا بالهم منه ان العقل نفسه بيضحك عليهم. دماغك مش دايما معاك، دماغك اوقات بتعمل لك فيلم خيال علمي يخوفك من حاجه لسه ما حصلتش اصلا. دماغك بتحاول تقنعك انك لو جربت هتفشل وكل الناس هتضحك عليك وانك لسه مش جاهز وان الظروف كلها ضدك، وكل ده وانت اصلا لسه ما عملتش حاجه. طيب ليه بقى دماغنا بتعمل كده؟ ببساطه دماغنا بتحب الامان وبتكره المخاطر. طيب الحل ايه في الموضوع ده؟ ما تسالش دماغك، اسال التجربه، وما تخليش دماغك تدورك في متاهه. انزل جرب بنفسك وشوف الحقيقه على ارض الواقع. العقل بيخاف بس التجربه بتفهم، واللي بيفهم اسرع بيتحرك اسرع وبيوصل قبل الكل. وده اللي هثبته لك دلوقتي. في احتمال كبير انك تكون شغال على حاجه غلط، مش لانك غبي بس لانك مش راضي تغلط. عارف امتى المصيبه بتحصل؟ لما تقعد سنين في مشروع او فكره او طريق، وبعد كل التعب ده توصل لاخره وتكتشف انك كنت غلطان من الاول. بس تعرف انت كنت تقدر تكتشف الغلط ده من اول شهر بدأت فيه، لو بس كنت جربت، لو كنت سمحت لنفسك تفشل بدري. بس لا، انت اخترت تزوق الصورة وتفضل عايش في وهم انك ماشي صح. الخوف من الفشل بيخليك تعيش في كذبة مريحة، بس الحقيقة الكذبة دي فاتورتها بتبقى غالية جدا، والاصعب انك بتدفعها وانت مفكر انك بتتقدم، بس الحقيقة انت بتدفن مجهودك في اتجاه غلط بايدك وبمزاجك. بصراحة التأجيل هو توأم الفشل، بس ببدله شيك شويه. اغلب الناس مش بيفشلوا، هم بس بيأجلوا ويقول لك زي ما قلت لك من شويه، مش الوقت المناسب، لما اكون جاهز، بعد ما اذاكر اكتر، احسن قبل ما ابدا وافشل واتحبط. ايه واتحبط دي؟ واحبط واخد بالك من الفعل المبني للمجهول؟ عيب عليك برضو، ده انا جايب في العربي 56. بس الحقيقة كل تأجيل هو فشل متأخر. الفشل السريع مش عدوك، ده المدرب بتاعك. أما التأجيل فده المخدر اللي بيطمنك وانت بتموت بالبطيء. التأجيل بيخليك تحس انك في السليم، بس في الحقيقة هو بيسرق منك أهم حاجة عندك، وهي الوقت اللي كنت تقدر فيه تغلط وتتدرب وتتعلم. لكن لا، انت اخترت تبقى متفرج على حلمك أو حاجة نفسك تعملها وهي بتتحول لذكرى مملة وبايخة في حياتك. ببساطة الفشل السريع هو GPS النجاح. عاوزك تتخيل معايا يا صديقي واحد لسه بيجرب طريق لاول مره، كل شويه يلاقيه مقفول، يرجع ويدور على واحد غيره. الناس ممكن تقول عليه عبيط، بس الحقيقه ان هو الوحيد اللي بيتقدم، لان كل طريق غلط بيقفله هو علامه بتقربه من الصح. الفشل السريع مش فضيحه، لا ده الخريطه اللي بترسم لك الصح بعلامات اكس. كل ما تفشل بسرعه كل ما توفر وقت، وكل ما تتعلم اسرع، وكل ما دماغك تفهم اسرع، وطبعا كل ما النجاح يقرب اسرع. كميه اسرع 100 100 اهي. المشكله مش انك تغلط، المشكله انك تفضل قاعد تفكر وما تتحركش وخايف تغلط. اللي يقولك ان الفشل عيب يبقى ما قرأش ولا كتاب من اللي كاتبهم انجح ناس في العالم. تعال اقولك على شويه جمل من كتب عالميه، مش علشان اتفلسف بيها لكن عشان اعرفك انك لو ما فشلتش فانت لسه ما بدأتش اصلا. كتاب اسمه في الفاست في الاوفن بيقول ايه: The people who succeed are not necessarily smarter, they are just willing to try more often. يعني الناس اللي بينجحوا مش اذكى منك، بس بيجربوا
اكتر منك بكتير. يعني ببساطه مش مهم تكون عبقري، المهم انك تكون جريء. الفرق مش في الذكاء، الفرق في عدد المحاولات، وكل ما جربت اكتر كل ما الطريق بقى اوضح قدامك. كتاب تاني اسمه The Lean Startup بيقول A failure is simply an opportunity to learn and improve. يعني الفشل هو ببساطه فرصه للتعلم وللتحسين. الفشل مش عكس النجاح، الفشل هو طريق للنجاح. المهم انك ما تطلعش فاضي، اطلع من كل غلطه بحاجه اتعلمتها. في كتاب تالت بقى اسمه مايند سيت بيقول In a growth mindset failure is not a setback, it's a springboard for growth and for stretching or existing abilities. يعني في عقليه النمو الفشل ليس انتكاسه، بل هو نقطه انطلاق للنمو ولتطوير قدراتنا الحاليه. يعني ببساطه الفرق بين الناجح والفاشل ان الناجح شايف الفشل تدريب، انما الفاشل شايفه حكم اعدام. طيب ازاي بقى اقوم بعد ما اقع؟ اول حاجه بلاش تعزل نفسك وتعيش دور انا الواد اللي شايل الهم وحده اللي الدنيا كلها جايه عليه، لان الحقيقه مش انت لوحدك اللي بتقع. الفرق بس ان في ناس قامت وناس تانية لسه نايمه. اللي تعمله ممكن مثلا تكلم صاحبك، باباك، حد بتحبه وتثق فيه، مش علشان يشيلك، لا علشان يفوقك. ساعات كلمه بسيطه من بره بتفتح لك باب كان مقفول جوه دماغك. تاني حاجه بطل تحكم بالاعدام على نفسك. الفشل مش حكم مؤبد، الغلط اللي حصل بس اوعى تقول انا فاشل، لا قول انا غلط بس لسه قدامي فرصه اظبط في اللي جاي. مفيش مشكله. اللي تعمله اقعد كده على الهادي واسال نفسك 3 اسئله. انا غلطت في ايه؟ كنت اقدر اعمل ايه بشكل مختلف؟ هل في حاجه خارجه عن ارادتي؟ لما تقعد مع نفسك هتعرف تحل المشكله، لانك مش هتعرف تكذب على نفسك. ثالث حاجه ما تهدش العماره كلها علشان حيطه باظت. يعني مثلا لو فشلت في مشروع مش معناه انك تبدا من الصفر وتمسح كل حاجه. ممكن يكون في 90% من شغلك كويس جدا و10% بس من شغلك محتاج شويه تركيز علشان يتصلح. يعني ببساطه خد شغلك وفكرتك وافتحها من تاني وشوف ايه اللي كان شغال حلو، فين اللي وقعني، طيب ايه اللي لو كان اتغير الدنيا كلها كانت هتظبط. اللي هو ما تبقاش بتعاقب نفسك بانك تبني كل حاجه من جديد، لانك اصلا هتكسل تكمل. خامس حاجه ما تقعش في نفس الحفره بنفس الطريقه. عارف انت اللي كل مره يقول انا هتغير ويعمل نفس اللي عمله قبل كده بس بطريقه مختلفه شويه، اهو ده بقى اسمه التكرار الغبي، مش محاوله جديده. يعني لو فشلت في حاجه ما تكررش نفس الاختيارات تاني، ولو فشلت مثلا في مذاكره ما تذاكرش بنفس الطريقه وتستغرب ان مفيش نتيجه. غير الخطه والتوقيت والادوات. الخلاصه كلنا بنفشل بس مش كلنا بنقوم. في ناس اول ما تقع تقول دي علامه اني مش قدها، وناس تانية تقول يمكن دي اول خطوه علشان اكون قدها. الفرق مش في الظروف، الفرق في رد الفعل واللي بيكمل رغم كل اللي وقع فيه. جرب تاني وافشل تاني، بس كل مره ارجع اقوى من الاول. والاهم ان الفشل مش نهايه، الفشل هو GPS للنجاح. اللي بيغلط في الطريق بيوصل في الاخر. وبس كده يا صديقي، وافتكر دايما ان مفيش حاجه اسمها متاخر، بس في لحظات قررت فيها انك تبدا وتكمل حتى لو فشلت. وبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبك واستفدت منه.